ان دي انا بدات اتشائم. لا بدات طيب. احنا بنحقق اهداف ثوره 19 مش ثوره 30 يونيو. انا بدات اتشائم بالفعل، لان بالفعل يعني اما انا الان يا دوله العواجيز ان ترحلي. فين الشباب؟ بس انا عايز يعني انا عايز اتكلم هنا عن معلش طيب خلينا احنا في كلمه مهمه قوي في مفهوم تمكين الشباب. انا ما بقولش كده في سذاجه معرفيه استاذ اميره، معلش يعني في سذاجه معرفيه في المجتمع المصري. انا نفسي نتغلب عليها. احنا ليه بنعتبر ان اللي عمل حاجه حلوه مره يبقى هو حلو في كل حاجه؟ صحيح، دي سذاجه بجد. لما اقول ايه ان واحد معلش بدون داعي لذكر اسماء، واحد من شباب الثوره او المحسوبين على 25 يناير ده من شباب الثوره واللي كانوا في الميدان، فتعالى عينه وزير بناء على ايه؟ ما هي مواصفاته؟ صحيح. ما هي مواصفاته الاداريه او القياديه او الخطه او الفعاليه او الكفاءه او اي حاجه؟ علشان ايه انا بعينه وزير او نائب وزير؟ علشان ايه؟ ما هي مواصفاته؟ انا اعين الكفاءه اللي يجيب لي خطه، يقول لي الخطه دي هتطور من المكان ده وهنطلع من النقطه دي للنقطه دي. تاني اكيد نتكلم معاك يشرفني عن كيفيه اختيار رئيس الدوله الجديد